بص والله يا جماعه زي ما قلت لكم هي موضوع وقت واصرار ان انا فعلا عاوز اطلع تصميمات حلوه، فابدا اقلد تصميمات كتير وزي ما قلت لكم نتخيل مثلا عمك فاتح شركه فاتح مصنع، السلام عليكم يا عم انا هعمل لك كارت، طب انا مش هعمل لك كارت مش مزاجك هعمل لك كارت وتعملي له لوجو على حسب كده يعني. هو يبقى الاول محتاجين شيء من الايه من العافيه. ماشي حاضر طبعا، ودي وغيرها يعني دي الحاجات بتاعت، لكن في بقى حاجات بروفيشنال يعني عالميه ممكن جدا. المهم تعالوا لو احنا عندنا الكارت ده هجيبه لكم كان، انا مش شرط يكون نفس الكارت بس تعالوا ناخد في ديزاينز في حاجة من بتاعة الجميح وليكن الكارت ده. طبعا انا ممكن اقول له والله العميل اخد الكارت بتاعك اهو خلاص، لكن في فرق ان انا اديهوله كده وان انا اديهوله بالمنظر ايه ده كده يشوف الكارت يعني. حتى لو الكارت وحش الله الكارت ده اكيد هيبقى حلو والله يعني. وده الكارت ده فعلا وحش يعني، ده مش مظبوط يعني. حتى المفروض اسمها كان المفروض يبقى هنا يعني، الحته دي فاضيه. نسيت من حته الخط كل واحد، المفروض فعلا اسمها كان يتحط فوق هنا، بس انا مش عارف ايه اللي خلاني اعمل خطأ زي ده. المهم على فرض ان هو ده، تعالوا حتى نتعلم ازاي نقص القصه دي. ادي كارت عندنا هو عاوزين نعمل فيه الكيرف ده من هنا ومن هنا، بس للاسف هنا طبعا زي ما شايف الحته دي لو قطعنا منها هتبوظ. هنختار كارت ينفع نقطع منه وليكن نقلهم على الاخر كده. على فرض ان هو ده الكارت خلاص، عاوزين نقطع حته كده وكيرف كده. ركزوا معايا عشان الحركه دي حلوه. تك هنا عارفين طبعا الراوندد ايه ريكتانجل ده صح؟ يبقى انا كنت ممكن اعمل كده كنترول ايه خليها في النص والنص بحيث يتظبط. وطبعا لو خلينا اسود او 100% ده اللي هيبان لنا منه صح؟ شايفين الكيرف ده؟ اسف اقفل خلاص. طيب ده انت عاوزه مش كيرف كامل، ده كيرف من ناحيه ومن ناحيه لا. طب ازاي الكلام ده؟ بص امسك ده كده واقول له ابني لي عليه مربع خلاص، وشغل السناب عشان يلزق فيه. اقول له ابدا ارسم من هنا كده، بس صغر المربع ده كده شويه عشان ايه تحسوا بالسناب انه اشتغل فعلا. امسك قلنا مين المربع اقفله بالتاب، قلنا التاب بيظهرهم ويخفيهم، وابدا اكبر كده ارسم. عاوز تبني مربع ابدا كده. بس هو بيعمل سناب مع الاخر ازاي. حتى لو ما عملش سناب اهو طالع فوق اهو وجاي يمين شويه كده، ازاي اخليه سناب؟ اقول له انت وانت خلاص خلي ده وده يبقوا محاذاه مع بعض فين؟ هنا كده، فيبقى النهايات كلها واحده. وفوق يبقى النهايات كلها فوق. وصلت؟ يبقى حتى لو ما عرفتش اجيبها بالسناب يبقى طبعا ده خليه 100% تاني. واللي تحت اعمله نفس الفكره، راح واخد ده والت خد منه نسخه هناك اهيت. طبعا هي عملت سناب لوحدها يعني. خلاص كل ده كده ادمجهم في بعض، احددهم من الى واقول له كنترول اي دمجهم ايه في بعض. كنترول ايه وخليها في النص والنص. بعد كده اخد ده تكه عليه كده، فعمل او رايت كليك واقول له سيلكت ايه بيكسلز، يبقى عمل لك ده. اخفيه كده بس السلكشن لسه موجود. اقف على اللاير ده واقول له ايه كنترول سي كوبي، وافتح تصميم جديد وليكن ايه فوق 600 والخلفيه بتاعتنا خلوها حتى زي دي. تعالوا نعمل الخلفيه دي ازاي. هنختار مثلا لون رمادي كده ونملى بيه الخلفيه. من قائمه فلتر عندنا حاجه اسمها نويز اد نويز. بصوا واخدين بالكم هنا
طبعا مش محتاج الدرجة دي يعني، حاجة زي كده مثلا، ونقول له اوكي. خدت الايه الخربشة ديت. ممكن لو قلت له كنترول اف يكرر نفس الفلتر تاني، يبقى محطوط هنا اهو اخر حاجة انا استخدمتها اد نويز، بيقول لك لو عاوز تعيده تاني كنترول اف حاجة زي كده. المهم كنترول في عشان الزق مين الكارت بتاعي، كنترول تي صغره عشان يبقى حجمه مناسب. تمام كده تمام. ايه اللي انا كنت عامله؟ مدي احساس. طب تعالوا نعمل الهاله السوداء اللي حوالي ديت ازاي. لير جديد املاه اسود ماشي. بعد كده اختار دايره واملى كده كده كده. لو مسحت كده ديليت ما ينفعش. رايت كليك واقول له ايه فيذر. فاكرين الفيذر بيعمل ايه؟ 150 دي قيمه عاليه قوي، خليها اوكي. ثم همسح دلوقتي. خدتوا بالكم الفيذر بيعمل ايه؟ تمام نفس الافكت تقريبا. لو كان دي عاوز تغمق شويه يبقى اخش قائمه ايمج ادجستمنت كيرفز واقلل الايه الضوء بتاعها شويه. طيب ده انت عاوز تحسسه بقى ان هو ايه 3 دي، يبقى تتك بقى ايه على الديستورت وتبدا تدي الايه الاحساس اللي انت عاوز توصله. مثلا تعمل له روتيشن كده مثلا، وده كان عامل ازاي بالظبط مثلا على فرض انه ده قريب منه كده خلاص. اللي هيأكد الاحساس بقى بتاع ان هو 3 دي وانه مرمي على الارض مثلا الشادو بتاعه. انا عملت الشادو ازاي؟ الت وسحبت او كنترول جي بحيث يديني النسخه منه في نفس مكانه، انزلها تحتيها واسميها ايه الشادو. ناقص ايه بس مش مشكله. اهو الشادو بتاعه. لو مليته بالاسود املاه ازاي بالاسود؟ كنترول برافو كنترول شيفت باك سبيس، يبقى اداني ايه؟ ملا كده باللون الاسود. يبقى انا ممكن اجيبه كده كنترول تي، اجيب دي مثلا كده بالديستورت بتاع متك كنترول فيديني ديستورت. لا خليها من هنا زي ما هو بس كده مثلا اكنه ايه مرفوع من على الارض. طيب الظل حاد قوي ازاي انعمه شويه؟ قائمه فلتر بلير جوسن بلير او جوشن بلير اي اسم بيدو ايه؟ واخدين بالنا؟ مناسب. اقلل الشفافيه بتاعته شويه حاجه زي كده او زي ما هو حاطط. وصلت يا جماعه؟ طيب هنا في حته كده ممكن امسحها انا اساسا لان مش مناسبه. وصلت؟ حلوه؟ طبعا حلوه. طيب دي حاجه. ايه تاني؟ الحته بتاعت 3 دي اللي انت كنت بتسال عليها من شويه اللي هي دي. تعالوا نجيب الكارت دوت او اي كارت لكم بتاع الجميع دوت. وين راح؟ اهو. اول حاجه بتعمل تدرج من الابيض للاسود. تعالوا نعمل نيو 600 في 800 الشاشه بتاعتي، واقول له اعمل لي تدرج من الاسود للابيض، او ممكن بدل الاسود خالص كده نخليها اللي هو ازرق غامق جدا 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 كده، وازرق منه بس فاتح جدا 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 كده. تعالوا نعمل جريدينت كده مش ريفلكتد بقى نخليه عادي. ايه اللي بيحصل ده؟ واخد ايه جريدينت اساسا مع نفسه. يبقى نخش احنا طبعا كمننا حاطين لايبرز كتير قوي فهو راح يعني، فاحنا نتك على اي واحد منهم ونبدا نديله الالوان بتاعتنا من تاني ده وده. مفهوم؟ طيب شايفين التدرج هيبقى عامل ازاي؟ هل هو زي ده؟ ماشي. بس تعالوا نجيب دي كده شويه، وتعالوا نفس اللون الت واسحبه بعمل منه كوبي كده. نسندي كده شويه. اوكي تعالوا ندي جريدينت بقى دلوقتي يبقى حاجه بالمنظر ده مثلا. الكارت تعالوا ناخده اهو اف اسحبه خدوا معايا صغره جدا.
هاته هنا كده، هو كان باصص كده، يبقى نعمل كنترول تي، رايت كليك برسبكتيف، واسحب احد الاركان. البرسبكتيف قلنا بيعمل كأنه منظور يعني كده، تمام. طيب في سمك بسيط هنا كده بس مش مهم دي دلوقتي. تعالوا نتعلم بقى ازاي نعمل حته الايه التدرج دي. الت واسحب تديني نسخه ثانيه، واتك شيفت عشان ايه حافظ لي على ان هي تنزل تحتها بالظبط. كنترول تي المفروض اعكسها صح، يبقى في الفيرتيكال كده، شايفين؟ طيب اطلع دي بقى فوق ازاي كده؟ كنترول تي، اتك هنا رايت كليك سكيو، فاكرين السكيو؟ واخدين بالنا؟ لحد ما تقرب جدا كده، هذه الحته دي اطلعها انا بايدي. طيب دي اخليها تحت ديت، مش فارقه قوي لان احنا عاملينها مظبوطه اساسا. اقلل الشفافيه بتاعتها، بقت ازازه اهي. نقطع الحته دي احنا بقى بايدينا بمين؟ اريزر، بس نزود مين؟ الهاردنس، بحيث لو الهاردنس قليل، اسف بصوا هتعمل ازاي؟ قاطع جامد، لكن كل ما يزيد بصوا، واخدين بالنا؟ هو ده اللي انا عاوزه. ممكن اخد من الاثنين دول كده كوبي، الت واسحب كنترول تي تلفهم لي هوريزونتال، بصعب الكتابه تتعكس يعني، مش ده اللي انا عاوزه. فهمنا يا جماعه الفكره بتيجي ازاي؟ وصلت؟ حاجه ثانيه؟ عندكم اسئله ثانيه؟ تطبيقات ثانيه؟